هيقول لي انت عارفه ان احنا بقالنا قد ايه بنتكلم؟ اقول له بقالنا قد ايه يا بابا؟ يقول لي احنا بقالنا اكتر من 3 ساعات بنتكلم. سؤال يا جماعه بيطرح نفسه، يا ترى انا بعد غياب 3 سنين عن القناه بتاعتي راجعه اكمل في المحتوى بتاعي ولا هغير المحتوى؟ ترى انا هقدر اكمل ولا لا؟ بعد كده اشوف انا هكمل في ايه. هكمل في مشواري اللي كنت بدأته وهكمل نفس المحتوى اللي كنت بقدمه ولا هغير المحتوى؟ بس انا رؤيتي للموضوع واحساسي بيقول لي ان مش هقدر اكمل في نفس المحتوى اللي كنت بقدمه، وحاسه ان انا حابه اغير المحتوى، وده لاني كنت بقدم المحتوى القديم وانا منهكه ومتعبه ونفسيا متدمره ومش لاقيه نفسي. كنت بقدم نصايح، معلومات، ارشادات، وانا كنت في نفس الوقت محتاجه اللي ينصحني ويرشدني ويعلمني. فمش معنى كده ان انا ما كنتش حابه المحتوى، بالعكس، او مش حاساه، لا انا كنت حاساه جدا، كنت بحبه جدا، بس كان ضاغطني نفسيا، كان ضاغط على اعصابي. كنت بحاول استشعر اللي بقوله، كنت بحاول احسه عشان اكمل فيه. يعني فترة طويلة قوي 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 من السلام النفسي مع ذاتي، وبعدين اقدم المحتوى ده. عايزة اغير المحتوى، عايزة اغيره، لان انا لسه على نفس حالتي، لسه ماشية في مشوار استشفاء. بقدم محتوى انا اكون بعالج بيه روحي وبعالج بيه نفسي وباخد بايد نفسي. في بعض الناس من اللي بيسمعوني هيقولوا يا دي يعني ان مكبره المواضيع قوي قوي زياده عن اللزوم. ايه يعني ما كلنا او معظمنا الاغلبيه الام توفت والاب توفى، لكن انا يا جماعه احنا مختلفين، احنا مش زي بعض. في ناس بتقدر تتجاوز المحنه بسهوله، يوم 2 التالت بتعدي وبتتجاوز. وفي ناس ضعيفه وتكوينها وشخصيتها وجيناتها هي كده، ما بتقدرش تتجاوز المحنة بسهولة، سهل ان هي تنكسر، ضعيفة، مرهفة، حساسة. انا من الناس دي، انا بقدرش اتجاوز المحنة، وخصوصا ان امي الله يرحمها بالنسبة لي هي كانت غير كل الامهات اللي في الدنيا. هي كانت بالنسبة لي ملكة، ملكة فعلا في كل حاجة، في أدبها، في احتوائها، في حنانها، في رقتها، في جمالها. هي كانت الدنيا بالنسبة لنا أنا وإخواتي. إن أبويا ده كان راجل شخصيته حلوة قوي، شخصيته قوية، بيتجاوز لو وقع يقوم ويكمل مشوار حياته، حقق نجاح كبير قوي في حياته، في عمله، في شغله، في أسرته. ناجح في كل حاجة، عمره ما حط هدف قدامه من غير ما يوصله. ولو عايز يجيب حاجة أو يقتني حاجة شخصية لنفسه ما كانش يجيب إلا أجمل حاجة وأحلى حاجة وأحسن حاجة. وكان عنده ذوق عالي قوي في كل حاجة، وكان أب بمعنى الكلمة، معنى كلمة أب. يعني كان عامل علينا كده، يعني كان محتوينا، كان في ظهرنا، في ظهرنا سند جامد قوي، سند جامد قوي 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 قوي. انا من الناس اللي ما قدرتش اتجاوز، خصوصا اني عشت مع ام واب يعني عظماء جدا، يستحقوا ان احنا ما نقدرش فعلا ننساهم بسهولة، ما نقدرش، عمرهم ما هيتنسوا ابدا ابدا. هم انا حاسه ان هم عايشين معايا، عايشين معايا بروحهم، معايا الروح موجوده. بحس ان انا ما افتقدتهمش. يعني انا بابا ده يعني كان منتهى السعادة ولحظة الاسترخاء بتاعته، السكينة والهدوء والاستجمام الذهني، والمتعة النفسية بالنسبة له كانت ايه؟ كانت ان هو يختلي كده بنفسه في اوضته بعد ما الكل ينام والعيلة تنام، احفاده الصغيرين يناموا والبيت يهدى، هو يقعد في اوضته ويمسك التليفون ويقعد يتكلم معايا لحد الساعة 3 الفجر، يحكي لي اليوم مر معاه ازاي، حياته عاملة ازاي. ما كانش بيفارقني.
كل تفصيلة في حياته كان بيحكيها لي، وانا كمان نفس الشيء واكتر واكتر. كان بعد المكالمة يقول لي انت عارفة ان احنا بقالنا قد ايه بنتكلم، يقول لي انت عارفة ان احنا بقالنا قد ايه بنتكلم. اقول له بقالنا قد ايه يا بابا؟ يقول لي احنا بقالنا اكتر من 3 ساعات بنتكلم. عمركم شفتوا علاقة كده؟ علاقة بين اب وبنته بالشكل ده، بالحب ده، بالتعلق ده، مش لاقيه وصف بجد، مش لاقيه وصف. لا انا مش سهل عليا، مش سهل عليا ان افتقده، مش سهل، مش قادره، مش عارفه. فان شاء الله باذن الله الله سبحانه وتعالى هو المعين وهو القوي وهو الملك. ربنا سبحانه وتعالى لطيف، لطيف بعباده، بينزل البلاء وبينزل معاه اللطف، والحمد لله على كل شيء. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله، وانتم بالف خير وصحه يا رب.